طبيب الأسنان من أكثر المهن التي لها تاريخ وتطورت بشكل مذهل على مداره، فهي مهنة قديمة مرتبطة بآلام الأسنان منذ زمن طويل، ولكن لم يكن الحال في علاج آلام الأسنان وقتها مثل الوضع الآن، فكانت أدوات الطبيب مصنوعة يدويا ومن أدوات قليلة تستخدم ببدائية للغاية، وكان الأطباء يقومون بتعقيم المرضى بأعشاب طبيعية ومواد مستخلصة من البيئة تصنع في المنازل. كما كانت أكثر من تمارس تلك المهنة هن السيدات، فتجد في كل منطقة امرأة مشهورة بكونها المسؤولة عن علاج آلام الأسنان. كما كانت من المهن صاحبة الصيت والرونق في الولايات المتحدة الأمريكية قديما. كانت تلك الأدوات البسيطة هي أدوات طبيب الأسنان في العصور القديمة، وكانوا يهتمون بتعقيمها في الماء المغلي باستمرار. نتعرف بالصور على أبرز طرق خلع الأسنان على مدار التاريخ. في بداية الأمر كانت مهنة طبيب الأسنان تتشكل بهذه الطريقة المؤلمة، فلم يكن هناك أي نوع من أنواع مواد التخدير، وكانت طريقة ربط المريض بهذا الشكل هي المنتشرة بين الأطباء في ذلك الوقت. واستمرت نفس الطريقة لسنوات عديدة، ولم يتوصل الأطباء لطريقة أخرى أكثر سهولة من تلك التي يقوم فيها الطبيب بربط المريض بالحبال بهذا الشكل من أجل السيطرة على حركته أثناء علاج أسنانه. مع مرور السنوات كانت تلك الطريقة هي المنتشرة من أجل تنسيق الأسنان، وانتشرت بسرعة كبيرة وأقبلت عليها الكثير من النساء، تلك التي يطلق عليها الآن اسم تقويم الأسنان. أما بعد ذلك بدأت الأدوات تتطور بسرعة رهيبة، وتطورت طرق العلاج، واستخدم الأطباء المخدر أثناء خلع الأسنان، فأصبح الأمر أسهل من ذي قبل. امتهنت النساء تلك المهنة بشكل كبير، وأحرزن فيها تقدما كبيرا مع مرور السنوات. أما في روسيا كانت لا تزال الطريقة البدائية هي المنتشرة، بالرغم من التطور الذي أحرزه أطباء الأسنان في الولايات المتحدة في هذا الوقت. في الأربعينيات تطور شكل طبيب الأسنان، ولكن كانت الأدوات بدائية كما هو موضح في الصورة، حتى أن أحد المرضى تحدث عن ألم خلع الضرس ذات مرة قائلا إنها استمرت معه لمدة أكثر من 3 أشهر. في الخمسينات ظهرت تلك الآلة التي اخترعها أحد العلماء لعلاج أسنان الأطفال خصيصا، وكانت تتكون من جزئين: جزء خلف رأس الطفل للإمساك به، والجزء الآخر يقوم بعمل طبيب الأسنان من الأمام.